نتعداو للتجربة الحالية اللي هي برنامج إيميسيون بوسيبل، كرونيكور سياسي بامتياز، تحكي سياسة يمكن أكثر الوقت. البداية كانت مع برنامج الرفماك. نتصور برنامج الرفماك في الراديو في FM هو اللي حلك الباب انك يمكن توري قدراتك وانك تثبت روحك ككرونيكور سياسي في تونس مهتم بالشأن العام والشأن السياسي خاصة. هو للتاريخ قبل ما نمشي لFM مع رفيق كان عندي تجربة نتاع عام كامل une émission quotidienne politique في راديو كلمة. كان 5 مع منصف بن مراد وحاتم قروي، لكن راديو كلمة ما كانتش عندها مش مسموعة برشا. كان عندي من بعد برنامج جامعة اسمه رونديفو نوف في 2016 مع التاسعة، ما كانش برنامج إخباري، كان فيه شوية ثقافة تجيبوا برشا مواد. لا ما نجحت، قعدت 6 أشهر ككرونيكور. أثبت روحك أكثر ما من منشط. 6 أشهر في رونديفو ماك أنت برنامج نجم تصبر عليه، تعطيه الفرصة. تعرف رونديفو نوف في 2016 مع حسن بن عثمان، هيثم المكي، حسين محمد، لبنى، أنا لانسي لبنى زديري، كاتم حندوس. بدينا في فيفري 2016 كملنا في جوان، عملنا 4 أشهر. كان معز وقتها بن غربية عطانا الثقة، وهو بيدو قالها ندم عليها باش نعملوا اون دوزيام سيزون. انا متاكد كنا نعملوا ننجحوا. وعلاش ما عطاكمش الثقة؟ لانه وقتها القناه كانت تتعدى بظروف ماليه صعيبه، وكان على الكل تسييرها كان فيه برشا خور انتر جيمي، مش احنا بركه. ميل سماوي وقتها تنحات ليميسيون الاخبار، جيب مكيلال نحا بعد 3 أشهر. تسيير القناه ما كانش وقتها عقلاني اذا صح التعبير. هو بيدو مش انا نقولها معزم بعد ندم قال حقني عطيت سيزون، خاطر البرنامج كان فيه شويه اكزيجون، كناش معناها كان عندنا منافسه نوف الورتاني في يمر البرنامج مرحله الانستالاسيون، وبعد لازمك تعمل جمهور يتبعك، يعني ياخذ وقته باش ينجم يستقطب ناس تتبع فيه. ولكن مراد زغيدي بروز اكثر ككرونيكور في برنامج الرفماك. تنجم تقول وي لا انا هذا ما ننكروش. البرنامج كيما انستالي كيما قلت انت كوجه اعلامي محلل قادر أن يحلل خارج الكرة كان الرفماك، هذا من دون حتى شك. وكان 3 سنوات معناها مهمة وتجربة مهمة زادة. أبريتو كانت أول تجربة ككرونيكور في ميسيون كوتيديان في فريق متميز الرفماك، وإحنا خدمنا مع بعضنا.